حصريا على منتدى ستار عبد الله الدوسري عبدالله.ستار.com. وعبد الله الدوسري بنقول لك مساء الخير. مساء الخير عليكم. كمان من شركة ستار أكاديمي، أهلا وسهلا فيك. وعلى كل الزملاء الموجودين اليوم بالاستديو وعلى كل المشاهدين. الصراحة يعني من جد تمنيت أكون متواجد معاكم بالاستديو، بس إن شاء الله الجايات أكثر. خبرنا كمان هيك تجربتك بالأكاديمية وأنت من السعودية ومن بعد ما تخرجت كمان، كيف تلقوك يعني أصحابك الناس بالسعودية؟ يعني تحس حالك شخص مشهور هلا ولا كيف؟ الصراحة كانت تجربة يعني مرة حلوة ومرة مهمة يعني بالعمر مرة، وفيها يعني أظهرت موهبتي قدام العالم العربي، و يعني غنيت لايف قدام الجمهور المشاهدين على الهواء مباشرة، والحمد لله يعني استفدت منها. ولما رجعت كانت يعني أصداء ما توقعتها، يعني سواء من المقربين أو الأصحاب أو يعني أغلب الناس. نعم. عبد الله، بنشوف عدة جوانب للمشترك بالستار اكاديمي من الاشياء اللي شفناها والامور، طبعا في كثير نواحي ايجابيه فيك، بس كمان اكتشفنا عصبيه وردود فعل وشغلات يمكن عند البعض بتمرق، عندك انت عبد الله ما كانت تمرق. هدول هالانفعالات بتندم عليهم اليوم، بتقول يا ريت اعطيت نفس اكثر بعد بالاكاديمي؟ بصراحة يعني بما انك سألتني هالسؤال، انا راح اتطرق لموضوع انسحابي من الاكاديمية. صحيح، وتعصيبك وعدم رغبتك انك لا انا الحين بما انك سألتيني عن يعني التعصيب وكذا، راح اتكلم عن الانسحاب بشكل عام، وليش انا عصبت ليش انسحبت. طبعا لحد الحين كثير ناس يعني مو فاهمين سبب الانسحاب، ولما اكون بمكان كثير يسألوني ليش انسحبت يا عبد الله، يعني على الرغم من مرور عام على الحدث هذا، ومو فاهم ان مليون بالمية القرار كان لصالحي. ليش؟ ليش؟ يعني على الرغم من السلبيات والمشاكل اللي صارت لي، مش معقول اتحملها 4 شهور ولما يبقى اسبوع واحد على الفاينل واللقب انسحب، لان القرار صحيح. يعني راح يكون غير صائب. لكن الكرامة، كرامتي كرامة بلدي كانت فوق كل شيء، ولما وينت هالكرامة ما دخلت الإدارة، بالعكس زادت الطين بلة. والسبب الثاني انه كان في عقود احتكار لإدارة أعمال حق آخر 8 طلاب يبقون، ومدتها 7 سنين، وما كان عندي أدنى فكرة عنها. طبعا أنا بالقانون اللبناني يعتبر قاصر، وتوقيعاتي ما تنقبل وإمضاءاتي، فانعرض هذا العقد على والدي، وشاف انه بصراحة يعني عقد استعباد مش احتكار، وفي شروط تعجيزية، فما وافق عليه. وما وصلني خبر عدم يعني ان ابوي موقع على العقد هذا الا بعد رجوع من نومينيه، وبعد ما طالب بزيادة يعني سكوت الإدارة، وإنها ما تدخلت في الإهانات الحاصلة، ورفض المديرة الأكاديمية يعني ما رضت تقابلني. طب إذا تخطينا يا عبد الله كل هالأمور اللي يمكن ظهرت على وجهك وردات فعلك كان ظاهرة، وقلنا هي أمور سلبية وبدنا نتخطاها وبدنا نقول اليوم عبد الله الدوسري شو حقق من بعد الأكاديمية؟ كيف استفاد من شهرته بالأكاديمية ليعمل شهرة جديدة أو استمرارية بالنجومية؟ الحمد لله يعني استفدت من الشهرة هذه. مجرد ما طلعت من الأكاديمية جاني عرض من أحد الشركات إني أسجل أغنية سينجل، فسافرت القاهرة وتم اختيار الأستاذ ناصر الصالح عشان يلحن الأغنية، واخترت أغنية الله يخليك وصورتها مع وليد نصيف ببيروت. بعد كذا يعني قبل فترة بسيطة كذا تعاقدت مع شركة روتانا إدارة أعمال وإنتاج، وإن شاء الله بالبداية طبعا راح أطرح عملين معاهم، وبعد كذا إن شاء الله يكون تحضير حق الألبوم الأول. وما في مرأة على بيروت؟ إن شاء الله ليش لا؟ بالعكس أصلا اشتقت لبيروت. ان شاء الله. كل الشباب والصبايا يعني انا وريتا ومنال بنسلم عليك يا عبد الله، بس بدك تقول شيء لعدنان او لكارلو او لمنال؟ احب اوجه لهم تحيه. وعدنان عدنان كان زميلك. يا خالك يا عدنان. واحمد كمان من القاهره. واحمد بعد تحيه بعد الكارلو والمنال. عبود يا حبيبي عبود. يا هلا فيك. وحشوني. مستعدكم هو؟ انا مستعد له كثير. بس انه يا عدنان بدي احكي انه عبد الله عن جد وقت كنا بالاكاديمي هو كان كيف بدي اقول لك الضحك، يعني كان هو الواحد يعني شو ما يصير هو بضحك. كانوا مسمينه سمايلي فيس. ولا شو ما بصير تلاقيه عم يضحك ولا بيهمه حدا ولا بيضحك. عايز اقول يا جماعه برضه عم يضحك لهلا. حاجه عن عبد الله.
ان شاء الله بتضلك تضحك كل العمر يا عبد الله وبتضلك مبسوط. خلص رح نعمل لك وصفه غني بيك اغنيه. شكرا يا عبد الله، شكرا لمشاركتك معنا.